بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هتكلم عن ال function of antigen presentation وإيه أهميته في الجسم عامةً، كإن هو بيكون أكتر حاجة بتعمل activated وبتكون response للimmune cells. تمام؟ الantigen presenting cells زي الdendritic، الماكروفاجز، الB lymphocyte. تمام؟ يعني دوّة لهم وظيفة معيّنة جدًا في إن هم بيinitiate الadaptive immune response في بروتين antigen معيّنة، بيقوموا واخدينها وبيبدأوا يعرضوها الadaptive immune cells. تمام. زي الT cell مثلًا، فبيactivate الT cell وبيdifferentiate الT cell. تمام. وبرضه قال لك برضه بيخش فيه إن هو بيخلّي الT cell يكون ليها memory خاص بالmicrobial recognition ده. تمام. طيب عشان خاطر يactivate الT cell قال لك في عندك 2 signal. تمام. في كتب تانية ممكن تقول لك 3 signal، بس خلّينا هنا ال2 signal. أول signal، تمام، قال لك بيكون بالantigen recognition. دلوقتي الantigen presenting cell بتبدأ على الsurface بتاعتها في peptide MHC complex. تمام. تبدأ تروح لحد النايف T cell على عندي الsecondary lymphoid organ الlymph node مثلًا. تمام. ويبدأ يعرض، فبيبدأ يعرض ال1 signal ده اللي هو الantigen recognition، يبدأ الT cell تتعرف عليه. هل ده كافي إن هو يactivate الT cell؟ قال لك لأ. قال لك لو ده بس موجود بدون الsignal 2، الT cell بتكون يعني ممكن تخش في مرحلة الtolerance أصلًا، ما يحصلهاش، اللي هو يحصل لها عملية اسمها an injury، اللي هو ولا منها it activated. تمام. ولا منها إن هي لأ، لسه زي ما هي نايف عشان خاطر تيجي خلية تانية تبدأ تعرض عليها antigen جديدة. تمام. فلازم الsignal 2 عشان خاطر يحصل fully activated للT cell. الsignal 2 ده signal بالcostimulatory، الco-stimulatory. بعد ما الantigen presenting cell تعرض الantigen للT cell receptor. تمام. بيكون في costimulatory molecule زي الB7-1 أو الCD8، الB7-2 أو الCD86. تمام. بيبدأ الcostimulatory ده تتريجرد برضه الT cell عشان خاطر تضمن fully activated للT cell. تمام. ده signal 2. في كتب بقى بتقول لك في signal 3 تاني. ده قال لك إيه بقى؟ قال لك إن بعد الcostimulatory molecule بيكون في cytokine بتفرز للT cell عشان خاطر بقى differentiation للeffector والmemory activated الT cell. تمام. فده يعتبر يعني مش مختلفين برضه. تمام. طيب الco-stimulatory molecule قال لك ده إزاي وبيحصل وبيجي منين؟ قال لك أول حاجة الantigen presenting cell هي من أنواع الinnate immunity. تمام. بيكون على السيرفيس بتاعتها حاجة اسمها الpattern recognition receptor، دي إحنا قلناها في chapter 1. تمام. chapter 2 آسف. تمام. pattern recognition receptor ممكن زي الtool like receptor، reg like receptor، أيًا كان. تمام. فمثلًا على الخلية مثلًا، في خلايا ميكروب أو pathogen بيكون فيها lipopolysaccharide أو component من الgram negative bacteria. تمام. بتبدأ ده تbind على الpattern recognition receptor اللي هو الtool like receptor مثلًا. تمام. فيبدأ يحصل يتريجرد النت immune cells اللي هو مثلا زي الانتيجين بريزنتنج سيل، فتبدا تاخد الاستراكشر ده. تمام. تبدا تاخد الاستراكشر ده، ومن خلال يعني زي ما تقول كده ايه، بيكون دليل في الكوستماتري مولكيول اللي هو اتاكد ان ده حاجه غريبه عن الجسم، وادي معايا الدليل. فاهمني؟ اللي هو ايه، انا دلوقتي عرضت الانتيجين البيبتايد فراجمنت من الانتيجين ده للتيسل ريسبتور، فالتيسل ريسبتور عاوزه تتاكد، فبتتاكد من الكوستماتري. الكوستماتري ده بقى دي حاجه يعني ايه،
جايه من الانيت اميونيتي، اللي هو بحيث ان هو يديله دليل قاطع خلاص ده ستراكشر اصلا مش من الجسم عندنا، فلا ما تقلقش خلاص، شوف شغلك يا فندم وانت مطمن خالص، اتفضل اهوت. فيبدا ياكتيفيت، يكون فول اكتيفيتد ويدفرنشيشن على طول. تمام. بعد كده بقى بيبدا بقى ايه، عشان خاطر يدفرنشيشن بيكون في سيتوكاين، زي مثلا انترلوكين 12، انترلوكين 6، تيرمينال كروزس فاكتور. تمام. فده كانوا اللي بيتكلموا عنه اللي هو ده الساينال 3. تمام. خلاص بعد كده، بعد ما الكوست ستيمولاتوري مولكيول اكتيفيتد تي سيل، بيبدا برودكت سيتوكاين من الانتيجين بريزنتنج سيل. تمام. ويبدا النايف تي سيل دي يحصل لها خلاص بعد ما حصل كورون سelection، يحصل كلونال اكسبانجن للتي سيل سبيسيفيك اونلي للانتيجين ده بس. بعدين يحصل ديفرنشيشن، يحصل افكتور تي سيل. طب يعني ايه افكتور تي سيل؟ افكتور تي سيل اللي هو خلاص انا دلوقتي معايا الدليل القاطع، فانا دلوقتي اروح عند اي خليه افكتور تي سيل، سواء سي دي 8 او سي دي 4، اروح عند اي خليه اشوف بس ساينال 1 اللي هو من الام اتش سي، لو نفس السيكونس الايون اسيد اللي عندي هبدا هاجم، مش نفسها خلاص. فاهم؟ فالافكتور تي سيل مش بتحتاج للكوست سيمولاتري، ولا بتحتاج، ممكن بتحتاج سيتوكاين بس ايه عشان تعرف مكان الانتيجين ده موجود فيه. تمام. والافكتور زي ما قلت ممكن تكون هيلبر او السيتوتوكسيك. بعد كده بيكون الميموري تي سيل، عشان خاطر لو هاجم كل اللي موجود في الجسم وخلاص حفظ الجسم من اللي موجود، لو حصل سكند انفكشن للبودي ده هيكون في ميموري تي سيل، مش هيحصل كل البروسيسنج اللي احنا قلناها دي، مش هيحصل كل العمليات اللي احنا قلناها دي خالص خالص، ولا طريقه تحصل. لا، هي في ميموري تي سيل هيبدا يقضي على الانفكشن ده في اقل وقت. تمام. فده كان موضوع ده كان موضوع درس النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.